أستاذ زياد، ما خطورة هذه المعلومات أستاذ زياد؟ خليني نأكد كلام ضيفك الكريم أنه فيما يخص هي المعلومات تقريبا أي إنسان مطلع على الشأن العام في تونس، هي ليست بالمعلومات الجديدة، وإنما كانت تنقصها نوعا ما بعض المؤيدات. ولكن أعطيك مثال على فيما يخص التلقيح. الجميع يعلم أنه قيس سعيد كان طرف رئيسي في تعطيل التلقيح وحتى تقدم إلى تونس. مثلا ال 500 جرعة اللي تحدث عليهم ضيفك الكريم هم في الحقيقة مش 500، هم 1000 جرعة قادمة من الإمارات وتسلمتهم رئاسة الجمهورية. وأنا شخصيا لما كنت في البرلمان، وتنجموا ترجعوا إلى صفحتي الرسمية أو قناتي على اليوتيوب موجود اللقاء هذا والسؤال شفاهي، وجاءت سؤال شفاهي إلى وزير الدفاع بعدما صرح قيس سعيد، أو المرة الأولى قيس سعيد أنكر تماما قدوم هذه الجرعات، ثم بضغط من البرلمان اعترف بتلقيه 1000 جرعة. وال1000 جرعة هما لأنه بحكم كل مواطن يأخذ جرعتين، فهما 500 شخص، 1000 على 2. قال المرة الأولى أنكر تماما أنه تلقى الجرعات هذه، ثم فيما بعد قال وسلمناها إلى المستشفى العسكري. فوجهت سؤال شفاهي إلى وزير الدفاع وسألته على مصير 1000 جرعة في سؤال شفاهي وموثق موجود بالصوت والصورة لوزير الدفاع الذي استقال صبيحة الانقلاب رفضا منه للانقلاب يوم 25 جويلية. جاوبني حرفيا قال لم نتسلم أي جرعة من التلقيح من طرف رئاسة الجمهورية. وهذا كان إعلان واضح من طرف وزير الدفاع وتكذيب واضح منه لقيس سعيد. هذه النقطة الأولى. فيما يخص بعض التفاصيل الأخرى، وهي وخصوصا مسألة التجسس على القيادات العسكرية التي ذكرتها نادي عكاشة من خلال تغريدات، هذا في حد ذاته اليوم مفتوحة فيه ملفات قضائية، وما يسمى بالملف 25 والمسؤول عنه السيد منير البلطي القيادي بالتيار الديمقراطي. الملف هذا وما ثابت فيه في الوقائع متاعه أنه هناك عملية تجسس على قيادات عسكرية لصالح أطراف أجنبية بواسطة من أطراف تونسية، وهذا ثابت في التحقيقات. لهذا اليوم الملف هذا تم تحويله من القضاء المدني إلى القضاء العسكري بعد ثبوت هذه المعلومات. إذن ما ذكرته نادي عكاشة من خلال التغريدات قضائيا ثابت، لأنه هناك أكثر من معطى قضائي وهناك أكثر من معطى قضائي وبحث قضائي في هذه المعلومات. فقط نادي عكاشة أكدت هذه المعلومات وأضافت عليها البعض من المعلومات الخاصة جدا التي لا تعلمها إلا هي، لأنه وقعت داخل غرف مظلمة كعملية التحرش التي تحدثت عنها. وسبق أن نادي عكاشة لمحت إلى السقوط الأخلاقي لقيس سعيد من طرف التسجيلات بالصوت التي وقع تسريبها منذ أشهر، وتقريبا هي المرة الأولى أيضا كذبتها، ولكن القضاء التونسي أثبت صحتها. أختم بهذا وأقول ما أوردته تغريدات نادي عكاشة والتي لم تكذبها نادي عكاشة إلى هذه اللحظة رسميا هي تقريبا معلومة للجميع، ولكن هي أوردت عليها بعض التفاصيل لا غير.